ساعة نحب نوجه رسالة شكر واحترام لإدارة قربة اللي على راسهم سي لطفي حرب اللي أنا تعاملت معاه بكل احترام وكل تقدير. كانت فترة ممتازة ياسر على مستوى العلاقة، وقاعدة تطور مستوى العلاقة طيبة ياسر ما بيناتنا. راجل نحترمه برشا، نحترم إدارته، نحترم قراراته اللي كانت فيها وعليها بالنسبة لي أنا شخصيا. أما فيما يخص العمل الفني كان فما سوء تفاهم ما بيناتنا وما كانش فما اتفاق في العمل. فما بعض الجزئيات اللي هما شافوهم أنهم عاديين، ريتهم أنا غير عاديين، فبطبيعة الحال صار هكا تململ في العلاقة الفنية اللي ما بيناتنا، وصار تناقض بالتراضي وقاعدة فارغ. روعة عبد القادر بن حسن جا طلب من إدارة قربة بكل لطف اللي هو التخلي عن هذا، مش إدارة قربة جات لي عشية الوضحاء قالت عبد القادر بن حسن لازم تمشي، وعمرهم حتى سبب يمشيوا عليه عبد القادر بن حسن. السبب الرئيسي هما ثلاثة أسباب خلوني ننسحب من العمل مع نادي قربة. الوضعية الأولانية أنه وقت اتفقنا باش يتم إقحام معد بدني رسمي معايا، فهمتني هذا ما صارش بعد ما وعدوني، وعدني سيد لطفي حرب أنا باش يكون معايا معنا معد بدني رسمي، فبالتالي اتفقوا مع المساعد أنهم باش يضيفوا في الراتب نتاعو باش يخدم هو يعني معد بدني ومساعد، وهذا المسألة معنا ما ساعدنيش. على الأقل قلت لو كان شاوروني وقعدوا معايا ولقينا وضعية، هذه الحاجة اللي ما عجبتنيش، أنهم خذوا قرار دون استشارتي، وهذه اللي عطت برشا أشياء في العمل. ورغم هذاك وحكيت في الصحافة أنا، ومن بعد رجعت في المشاريع ونسيتها، ووصلت العمل أنا والمساعد، وكانت مع العمل مرضي بتاع المساعد وفي نفس الوقت معد بدني، وقبلتها وسكت وقلت عبد القادر مش لازم نصعد الأمور ذيك، خلينا نخدموا ربي يعاوننا. المرحلة الثانية وقت وصلنا نحن هذا شيء قلت لك راهو نادي قربة، مش اليوم باش نعلموا الكورة ولا باش نعلموا كيفاش يلعب ولا باش نتصرف. ثم نقطة في نادي قربة في فريق قربة هي مفقودة، نعمل مجهودنا باش نتحصلوا عليها وباش نصلحوها فنيا وتمشي الفريق إلى الأمام باش نكونوا ننتصروا خارج الديار. هي صراع عقلية الانتصار خارج الأراضي خارج البلاد، فهمني. يعرض الإدارة هي اجتماع، أنا قلت لهم عندكم نقطة، وصلنا عند النقطة أن الفريق يستقر كيفية الانتصارات خارج الديار. الانتصارات خارج الديار هذه يكتبها عمل جبار، وتشكر اللاعبية اللي كانوا في المستويات وكانوا استجابوا معنا وتجاوبوا معايا فيما أنا نحب عليه. عيطت لي إدارة النادي وتعرفوا معنا واللاعبية تعودوا على شنو هي الريكور، وتعودوا على شنو هي معنا الاحترام، وتعودوا على شنو هي الصلابة في العمل، وتعودوا على برشا أشياء إيجابية وفرحانين بها اللاعبية. إلا أني مراني شوف لو بتلاقي الحال الوضعية السفرانية فاش المدرب يضغط ويولي نقولوا نحن يحمر عينيه ويولي يزرع عقلية جديدة في اللاعبية بتاع الانتصار خارج الديار، راهو مش تتماشى على اللاعبية الكل. اللاعبية باش تحمي الغربات على مستوى الحضور البدني، على مستوى التحمل بتاع الضغط اللي باش يخليه ينتصر لبرا. ثم اللاعبية اللي ما عندهاش قوة تحمل، ثم اللاعبية كان يكفي هكا مدربين على أي وقت يتدرب، لكن وقت العطاء يعطي 100%. وقت اللاعبية هذوما بالنسبة لي أنا لقيتهم ما عطاوش، ما نقولش أعطيتهم، أما نحيتهم وجدت على بنك الاحتياط أو ساعة الدعم ما مشاوش بال 18، وثم اللي معناها مشى معايا أبعد من ذلك وكان انسولون موعد به عبدته الاسبوع. يعني تصرفت كمدرب طول ما تكون عندي علاقة ربط بيني وبين حد اللاعب إلا الملعب. سامعني خويا؟ طبعا بالنسبة لي أنا ما عنديش قدامي كان نخبر ونصبر واحترام النادي والمشي إلى الأمام. اللي حاضر يتفضل واللي مش حاضر يمشي بسمعنا. أحسن ملاعبي في الدفاع موجود هذيك في الفترة اللي أنا يخدم فيها، ما التلمود صحيح ولا لا؟ إذا تلقى بقى التلمود اللي على بنك الاحتياط ويخدم ويقول لك أنا اللي يلعب في بلاصتي راجل بمستواها قاعد يحكي في موضوع أنا يخدمني نخدم دوبل، ويجي يحكي معايا بقى التلمودي ويقول لي يا عبد القادر أنا نحترم رأيك ونحترم خدمتك، يخدمني يزيد أنا نخدم باش نعطي لك فلوس أكثر. إيش تقول أنت؟ عيط لي إدارة النادي في اجتماع، تعطيني إدارة النادي في اجتماع على راسها في لطفي حرب وسير حرابي وجماعة فهمتني؟ تو أنت عرفتني على هذا الاجتماع، كنت ننتظرك يقولوا لي واصل يا سي عبد القادر، الديسبلين حاجة لازمة والعطاء حاجة لازمة، وانت جاي تشوف انتصارات من برا حاجة هايلة. الانتصارات هذه ما جاتش من فراغ، جات من وراء عطاء بتاع اللاعبية، والعطاء جاء من وراء التزام، والالتزام جاء من وراء عمل كبير من اللاعبية. ما نقولش المدرب ولا اللي طرف فني، خلينا نحن على شيرة نحكي على اللاعبية وردة الفعل نتاعهم اللي باش تجيب نتيجة للنادي. شوف اللاعبية كانوا في المستوى، والدليل على ذلك هاكا في يوم اللي حطيت عبد القادر السلام على بنك الاحتياط من الاول ما فهمهاش، من بعد فهمها وفي
مشينا شويه 3 زوج مباريات شد الريتم ورجع قائد فريق ويخدم على روحه بشكل طبيعي. ما عنديش علاقه بين مع اغراض مع اللاعبيه خارج الملعب، انا مسؤول في الملعب تفضل، خارج الملعب نكون اخوه. هيجوني قالوا لي شبيك كيفح شويه مع اللاعبيه طيح شويه، قلت لهم الفوتبول على مثل هكا العطاء. هيجوني قالوا لي شبيك كيفح شويه مع اللاعبيه طيح شويه، قلت لهم الفوتبول على مثل هكا العطاء العين ينتهي عبد القادر بن حسن من مسكن نادي قربه. شنو السبب يا سيدي؟ انا عمري ساعتين غير تنسيق غير بعض حضر في روحي باش ندخل عمري ساعتين حتى الربيع ناخذ الرصيد اللاعبيه طالعين بالاسبوع بالكثير حاضرين لابسين داخلين مع اللاعبين يتشكروا يردوا لي ورقه ويقولوا لي الرجاء منكم منك يا عبد القادر بن حسن قبول اللاعبين باش يترناو هذو مصروف من الاسبوع. انا قلت لهم انا مقاوله بعد زوز انا راني مدرب قال انت ما تفكرش تنضحك بالسنيور. ايش احكي مع المدرب يا عبد القادر؟ انا رينا انه الافكتيف ناقص وانه كان طلع لنا زوز ملاعبيه وكذا وكان طعموا للسنيور في الاجتماع كذا. الراعي كان عطلوا على راسه هيك ويشيل قرار مني انا باني انا المدير الفني في السنيور في الاكيب. ربي صحيح ولا لا؟ ومره اخرى راني ما ينقصش من كلمتهم كاشخاص خلوقين بربي هذا عدى راهو بالنسبه لي انا ما يقدرش من قيمه اعضاء الذي قرب كاشخاص راني نحترمهم وناس متربين وناس في مستوى عالي ونسميها سي الحرامي وسي فتحي حرب وسي فتحي مختار وراهو سي عمان وسي محمد حداد راهو الناس هذوما